جماجم في المختبر. بعد أن غير الإنسان العالم بالحديد والبخار أخذ يتحذلق. بعض النظريات كان مبنيا على المعاينة، ومن ذلك نظرية التطور للإنجليزي تشارلز داروين التي كانت وظلت موضع فحص. وفي العصر نفسه قبل نحو 150 سنة خرج ابن عم لداروين بنظرية تحسين النسل. لم يكن فرانسيس جولتون مجرد متحذلق، لقد كتب أكثر من 300 بحث، لكن يمكن للمرء أن يطلق 300 سهم ولا يصيب. أسس جولتون اتجاه تحسين النسل الذي اكتسح أوروبا، واعتقد الأوروبيون أنهم متفوقون عقليا، وأرادوا حتى داخل مجتمعاتهم أن يمنعوا الناس الأقل ذكاء من إنجاب الأطفال، حتى لقد حاولوا استصدار شهادات لمن يسمح لهم بالإنجاب. لم يكن علم الخلية قد تطور، ولم يعرف الإنسان الكثير عن الجينات، فأخذ أشباه العلماء يقيسون الجماجم، وأخذوا يصدرون النظريات بشأن الشعوب المتخلفة عقليا حسب زعمهم. وجاء العساكر في العهد النازي وأكملوا هذه المسخرة. بعض الأمراض وراثية حقا كالثلاسيميا التي يمكن تلافيها بفحص الدم قبل الزواج، هذه حقيقة علمية. ولكن العلم الحديث نبذ نظرية الاختلاف في الذكاء بين الشعوب، وأثبت أن الإنسان إنسان في كل مكان، وأصبح قياس الرؤوس أضحوكة. بغض النظر عن شكل الجمجمة، أثبت العلم أن الناس سواسية.